امس في عز الضرب وفي عز انها ترى قاربنا يعتبر من قوارب الجيد الحمد لله الكبيره، فانطق 3 مرات. اتفاجأ من واحد شخصيه ما كنت اتوقع منه. يوم الجد طلعت الشخصيه المضحيه من الداخل، يقوم يبادر حتى لا يختنقون الناس من الكيميكال اللي قطوه علينا، يمد ايده بطريقه جدا احترافيه، عارف شو يسوي مع شيء مثل الكمبل مثل الحاف، يلحف فيها الشغله هذه ويدزها مع مجداف ويقطها في البحر. هذه الحركه كان ممكن تكب عليه السائل اللي داخل القنبله الغازيه هذه، او ممكن يختنق منها او يحترق او كذا. ما فكر بكل هذا، فكر بالجماعه الموجودين معاه في القارب، فكر في سلامتهم، فكر ان انا مو مشكله اروح. فالتضحيه اليوم تجلت امامنا بموقف يعني عظيم، وهذه رساله يجب ان نطبقها في حياتنا. يا جماعه ما تمشي الحياه بدون تضحيه. التضحيات يجب ان تكون من يومياتنا. انت في يومك شنو تقدم من تضحيات، تجد ان هذا البنزين الحقيقي للحياه السعيده والجميله. ما في تضحيات، ثق تماما انك بتظل انسان دائما زعلان وتفكر وعندك مشاكل وغيره وغيره. هذه بشكل عام بالحياه العاديه. اما في رحله الصمود واسطول الصمود العالمي، شفنا ان التيم وورك والقلب الواحد، يعني الجماعه اللي على قلب واحد يحبون بعض، عاشوا مع بعض. واحد منهم قام مارس هذه الممارسه باحترافيه، اقول لك باحترافيه يعني فاهم ايش قاعد يسوي. الريال احسن من كل الموجودين في الشيء اللي سواه، وضحى ومد يعني خلينا نقول المجداف ثم ايده ثم الكمبل حتى يستطيع ان يحمي جميع الموجودين من هذا الغاز. التضحيه واجبه مهمه للحياه. التضحيه انك في سبيل غايتك تقدم المال والنفس والروح والوقت وكل ما تستطيع.